الإعدادية لسه الفرصة قدامك تقدم في مدرسة كونسلتنج التكنولوجية المتقدمة في مجمع تبارك الصناعي في مدينة العاشر من رمضان. كل اللي عليك هتاخد شهادتك وتروح مجمع تبارك تقدم على المدرسة، والمفاجأة مش شرط المجموع، هتتخرج تشتغل. ده شعار أكاديمية كونسلتنج التكنولوجية المتقدمة اللي هتأهلك لسوق العمل وانت بتدرس. كمان هيدولك فلوس وانت بتدرس، وهتكتسب حرفة وتبقى أسطى في مجالك، لأن ده الهدف الأساسي للأكاديمية، إنها تخرج أسطى. انت كمان هتتدرب في اكبر مجمع للصناعات في مصر، وهو مجمع تبارك. الأكاديمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم وتتبع مصلحة الكفاءة الإنتاجية، يعني تقدر تكمل بعدها في كليات ومعاهد لأنك هتبقى خريج دبلوم صنايع. الأكاديمية فيها 3 أقسام، وهي قسم CNC وده يعتبر من أهم الأقسام والمطلوبة دلوقتي في سوق العمل. كمان قسم الكهرباء الصناعية، وقسم الحاسب الآلي وإصلاح أنظمة الشبكات، وقسم الصناعات البلاستيكية، وقسم تشغيل وتشكيل المعادن. لسه الفرصة قدامك تلحق تقدم في كونسلتنج التكنولوجيا المتقدمة، محطتك للانضمام لسوق العمل. مميزات كتير قوي للأكاديمية، أهمها إن أنت هتحصل على شهادة معتمدة، هتأجل التجنيد للطلاب وتأمين صحي، في حوافز شهرية للمتفوقين، في منح دراسية، بيتم التدريب على أحدث الأجهزة في المجالات الصناعية المختلفة. المتميزين بيتم تعيينهم بعد التخرج في الشركات فور التخرج. بيتم عمل رحلات تعليمية وترفيهية لجميع الطلاب وتبادل الخبرات. التدريب العملي داخل المجمع نفسه وبيحتوي على 235 وحدة صناعية. شروط الالتحاق بالأكاديمية إن أنت تكون معاك الشهادة الإعدادية، سواء عام أو تجريبي أو أزهري أو خاص، وإن ما يزيدش سن المتقدم عن 18 سنة. كمان أنت هيبقى في بعض اختبارات القبول في الأكاديمية، وهي اختبارات بسيطة جدا، دي هتجتازها للالتحاق بالأكاديمية.